فلا تكن في ضائقة إلا ذهبت، ولا تكون في شدة إلا ولت، ما دمت مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أغلقت الأبواب وتقطعت الأسباب وأيقنت أنه الهلاك في موقف من المواقف أو في أمر من الأمور أو في موطن من المواطن، فأبشر بفرج الله، وأبشر بعون الله، وأبشر بلطف الله. لماذا يا عبد الله؟ لأنك قد استودعت نفسك وولدك ومالك ودينك وسائر شأنك رب العالمين سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استودع الله شيئا حفظه، من استودع الله شيئا حفظه الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ودع جيشا إلا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. انظر يا عبد الله في أحلك الأمور وأصعبها، وإذا بالاستيداع يقع من الأولياء ومن الصالحين، فيكون الحفظ والظفر والنصر والتمكين.